عمر الفيفا ما هترضى تضحي بالبراند بتاعها او البطل بتاعها اللي احنا عارفينه هو مين. عمرها ما هتضحي بالمنتخبات الكبيره اللي وراها شركات رعايه كبيره بمليارات الدولارات عشان في الاخر منتخب عربي ولا منتخب افريقي يكسب وياخد منهم الشو وياخد منهم كل حاجه ويصدمهم صدمه النهايه. خروج الكبار دايما في بطولات زي ديت خساره ملايين الدولارات. بطوله وقعت تسويقيا، وقعت. يعني ايه فريق زي مصر يطلع الارجنتين، يطلع ميسي، يطلع البراند بتاع الفيفا؟ دي كارثه. يعني عندك تصريح حسام حسن بعد ماتش مصر والارجنتين، قال لك انا ما عادش هتفرج على كاس العالم، خلاص كاس العالم انتهى بالنسبه لي. طب دي عقليه؟ هو التصريح بالنسبه للغرب والفيفا تصريح حسام حسن لا يساوي شيء. لو جيت انت بصيت، لو مصر هي اللي طلعت الارجنتين فعلا، هل حد كان هيتفرج على كاس العالم؟ ما كانش حد هيتفرج على كاس العالم الا للمنتخبات الموجوده هناك. لكن ميسي طلع، القيمه التسويقيه بتاع البطوله كلها طلعت زيها زي كاس العالم 2025، البطوله اللي ملهاش اي 30 لازمه بدون ميسي وبدون مشاهير معينه. تصريح حسام حسن لو طبقته مع الارجنتين طلعت، كانت هتبقى كارثه بجميع الاحوال. وانا برضو عايزك تحط في دماغك ان الكوره ما بقتش في المستطيل الاخضر بس، الكوره بقت تدار من بره المستطيل الاخضر، ولازم تحط في دماغك دي. لو حطيتش دي في دماغك، الكوره عمرها ما كانت كوره في جوه المستطيل الاخضر. تقارير منظمه مراقبه المراهنات العالميه بتكشف ان سوق المراهنات الدوليه بيتحط فيه اكتر من مليار دولار سنويا. سامع رقم؟ شركات المراهنه دي بقت هي الراعي الرسمي للبطولات دي. يعني انت عندك دلوقتي في برامج شغاله على قنوات اوروبيه وقنوات امريكيه، اللي بيرعى القنوات دي وبيرعى البرامج ديت، وفيها نجوم كتيره. يعني انا مش عايز اذكر اسم الشركات المراهنه دي واحنا عارفينها طبعا. هم اللي بيرعوا الحاجات دي. بقت هي الراعي الرسمي لاكبر بطولات في العالم كله. لما بورصه المراهنات تكون متوجهه لسيناريو معين عشان المليارات دي يكسبوا، تفتكر ان المنظومه بتاعت الفيفا او اي منظومه رياضيه هتشتغل ان هي تعملها بروح رياضيه؟ لا طبعا.